بضيائه الخلاب. حاتم الأصم لما أراد أن يحج جمع أولاده وقال: يا أولادي لقد عقدت النية على حج بيت الله الحرام، وترك لأولاده زادا قليلا في البيت. فقال أولاده وبناته: ومن يطعمنا ومن يتولى أمورنا وشؤوننا؟ فقالت له بنت من بناته وكانت على درجة من التقى: يا أبت توكل على الله فإنك لست برازق. وسافر حاتم، وبعد أيام نفد الطعام في بيت حاتم الأصم، وراحت الأم مع بناتها يعنفن هذه البنت التقية النقية المتوكلة. فخلت البنت ورفعت سؤلها إلى مولاها وربها وقالت: يا رب عودتنا فضلك فلا تحرمنا من فضلك ولا تخزني بين أهلي. الله 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 الله. وربك الذي يدبر الأمر ويدبر الكون ويرزق الكفار، والله الذي لا إله غيره لا يمكن أبدا أن ينسى من وحدوا العزيز الغفار. يمر أمير البلدة على الناس ليتفقد أحوالهم، وأمام باب حاتم يصيبه ظمأ شديد يكاد أن يقتله، فقال: أدركوني بكوب من الماء، أريد الماء أريد الماء. وألح الأمير في طلب الماء، وأسرع جندي من الشرطة معه ومن جنوده إلى أقرب باب، فكان باب حاتم الأصم. فطلب هذا الجندي ماء للأمير، فلما علم أهل البيت الأفاضل أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء باردا، وهذا من باب أنزلوا الناس منازلهم، ليس تملقا ولا نفاقا. فلما شرب الأمير وضع الله له اللذة في هذا الكوب، فسأل: بيت من هذا؟ بيت من هذا؟ فقالوا: بيت حاتم الأصم. فقال حاتم: الرجل الصالح؟ قالوا: نعم. فقال الأمير: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. الله، الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. أين هو؟ أريد أن أسلم عليه. فقالوا: إنه سافر لحج بيت الله الحرام. فقال الأمير: إذن وجب علي أن أكافئ أهل بيته في غيبته. وأخرج صرة مملوءة ذهبا وألقاها في بيت حاتم الأصم، لكن الرزاق أراد المزيد فأنطق الله الأمير. فالتفت الأمير إلى الجند معه وقال: من أحبني فليصنع صنيعي. والله اللي بيحب واللي ما بيحبوش هيجامله جايز ربنا يكرمه في أول تشكيل وزاري يمسك وزير. فكل جندي ألقى ما معه من المال في بيت حاتم، سبحان الله. وامتلأ البيت بالذهب، ودخلت البنت التقية النقية تبكي، فدخلت أمها وأخواتها: تعالي بتبكي ليه؟ ده احنا أصبحنا أغنى الناس في البلد. فقالت: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ يا الله، لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا. عطاء أمير أغناه، فكيف إذا كان العطاء عطاء الملك القدير، وعطاء الأمير عطاء الملك القدير؟ فوالله ما أحسن الأمير إلا بعد إحسان الملك القدير. لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ أيها الحزين، أيها المكروب، أيها المتألم، أيها المريض، أيها المظلوم، أيها المهموم، أيها الخائف، يا من فقدت مالك، يا من فقدت وظيفتك، يا من فقدت صحتك، يا من ابتليت في منصبك، يا من ابتليت في البورصة، يا من ابتليت في الزوجة، يا من ابتليت في الولد، يا من ابتليت في النفس. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي الوكيل جل جلاله، الذي تكفل بالخلق إيجادا وإمدادا وخلقا وتدبيرا وهداية وتقديرا. اصدق في التوكل، اصدق في اعتماد قلبك عليه، وخذ بالأسباب الميسرة لك في حدود قدراتك وإمكانياتك وطاقاتك فقط، وفوض الأمر إليه، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي الوكيل، بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فالله يأمر نبينا المختار بقوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. جيل كقرص الشمس فوق سحاب، متوهجون بضيائه الخلاب.